بعد تصريحات الفنانة علا غانم بخصوص جوزها إنها كانت مجبرة على الجواز منه، وإنه جاب لها شبكة إزاز، وإنه خدعها طول السنين اللي فاتت، وما كانش بينهم أي علاقة وكانوا عايشين مع بعض زي الأصحاب، وإنها دفعت له فلوس علشان تطلق منه في هدوء. طلع يرد عليها جوزها رجل الأعمال وقال: اللي قالته ده أنا همثله بحاجة بسيطة جدا. لو أنت ماشي في الشارع وكلب عضك هل هتعضه؟ ده اللي حصل لي أنا بالظبط. علا دي واحدة أنا عرفتها وجيت اتجوزتها هنا في مصر، وكرست حياتي كلها ليها ولأولادها، وعشت معاها 17 سنة ومخدوع فيها. كانت بتقولي: بحبك وانت حياتي وهنعمل حاجات كتير مع بعض، ويلا نودي عيالي أمريكا، ويلا نعمل بيزنس، ويلا نكمل، ويلا نكبر. وعن رده عن كلامها لما قالت ما كناش زي الأزواج، كنا زي الأصحاب، قال: أنا مش هقدر أعيش مع واحدة طالما مش عايزاني كزوج. أعيش معاكي ليه؟ على الأقل يعني هروح أتجوز واحدة تانية. أنا لو مش بنام جنب مراتي دي هقعد معاها ليه؟ علشان بتصرف عليا زي ما هي بتقول؟ وقال: علا بتخاف تصرف الجنيه. علا من الناس البخلة جدا، وأنا ما قلتش الكلام ده قبل كده بس أنا هضطر أقوله. ونقدر نسأل العمال اللي اشتغلوا مع علا ويعرفوها كويس. وأنا كنت عايش معاها حياة زوجية كاملة متكاملة، مش زي ما هي بتقول كنا أصحاب وبس. وانت عايشة معايا السنين دي كلها تضحكي عليا، عايزة توصلي لإيه؟ وانتي بقالك 17 سنة بتصرفي على راجل، طيب جبت الفلوس دي منين؟ وأنا مصاريفي عالية جدا، أنا بحتاج في الشهر على الأقل 150 ألف جنيه. ورد على كلام علا غانم إنها قالت إنها بتديله 7000 دولار كل شهر علشان يصرف على نفسه. قال: طيب هي هتجيب الفلوس دي منين؟ وقال: أنا معايا دفتر بدخل الفنانة علا غانم من 2005، من ساعة ما اتجوزت علا غانم، بيثبت كل الدخل بتاعها، واللي كان بيسجل في الدفتر ده المحاسب بتاعها. في 2011 دخل علا غانم كان 425 ألف جنيه، صرفت منهم 390 ألف جنيه، يعني دخلها الصافي كان 35 ألف جنيه. والفيلا اللي أنا بنيتها اتكلفت حوالي 3.5 مليون جنيه سنة 2011، ولا يمكن علا تقدر تبني الفيلا دي لأن دخلها 35 ألف جنيه، ده غير مصاريف عيالها والسجاير بتاعتها والدرينك بتاعها، ده غير اللي مش عايز أقوله، ده غير سنة 2011 كانت مصاريف بنتها للجامعة 140 ألف جنيه. وعلا هي اللي كانت بتصرف المصاريف دي على عيالها، بس أنا اللي كنت بتحمل مصاريف الحياة اليومية. وعن رده في اتهامات علا ليه إنه اتغير مع بناتها لما كبروا، قال: أنا عمري ما اتغيرت مع بناتها، أنا بعتبر نفسي أبوهم، وأخدت من والد البنات المسؤولية سنة 2006 عن البنات وأنا اعتبرتهم بناتي، وأنا مضيت في السفارة الأمريكية إن أنا مسؤول مسؤولية كاملة عن البنات دول. وردوا عن إنه اتجوز الفنانة علا غانم علشان اسمها لأنها فنانة مشهورة، قال: أنا عمري ما كنت أعرف إن علا غانم ممثلة مشهورة، ولما أنا اتجوزت علا غانم ما كانتش مشهورة. ولو هنقول علا غانم اتجوزتني ليه، هي اتجوزتني علشان خاطر فلوسي، وده اللي باين قدامي دلوقتي لأنها قالت إنها عمرها ما حبتني. وعن رده إن هو بيعاكس البنات وهو ماشي معاها، قال: إزاي تبقى مراتك ماشية معاك وتعاكس واحدة ماشية جنبك؟ وعلا لسانها قد كده، إزاي ده هيحصل؟ علا لسانها وحش جدا، واستحملتها علشان كنت بحبها، لكن دلوقتي ما أعتقدش إن ممكن أبص لها تاني ولا حتى أسمع صوتها. طب علا بتخاف تصرف الدولار، خاص تصرف الجنيه. علا من حد اللي هم البخلة جدا جدا جدا. انا طبعا ما قلتش الكلام ده قبل كده بس هضطر ان انا اقوله. علا بخيلة جدا. وكمل كلامه وقال: علا ما بتثقش في حد أبدا، واللي حصل مع أبوها وأمها سبب لها حاجة جواها. بخصوص اتهامها ليه بإن شبكتها طلعت إزاز، رد وقال: مش ممكن طبعا، إزاي وأنا معايا الفواتير بتاعتها وهي عاملة خلع، هل يا ترى هترجع لي الشبكة إزاز؟ وقال إن قيمة الشبكة دي حوالي 171 ألف دولار،
أما عن سؤاله بخصوص ثروته قال أنا معايا كتير، وفي مرة كانت علا جنبي حطيت 2 مليون دولار في البنك العربي الأفريقي سنة 2005.